وبتنتهي مباراة يانج افريكانز وشباب بلوزداد 4-0. 4-0 يا جماعة، يانج افريكانز تكسب شباب بلوزداد 4-0. كده مبروك يانج افريكانز، مبروك الاهلي الصعود لدور ربع النهائي. الموضوع انتهى كده. المباراة الجاية هتبقى بالنسبة لنا احنا تعادل او فوز يصعدنا اول مجموعة. لو يانج افريكانز لا قدر الله هي اللي كسبت يبقى احنا تاني مجموعة وهم اول مجموعة. ايه اللي حصل مع شباب بلوزداد ده النهاردة؟ مش معقول اللي حصل. شباب بلوزداد انهيار تام النهاردة. مش معقول 4-0. مفيش النتيجة دي ما اتكررتش عندنا في المجموعة من اول بداية دور المجموعات. والله يانج افريكانز ده فعلا يتخاف منه. ما بقاش يا جماعة في فرقة ضعيفة ولا فرقة قوية. افريقيا دي اقسم بالله هتورينا العجب. محدش من هنا ورايح يقول لي دي فرقة ضعيفة ودي فرقة قوية. محدش يقول الكلام ده. كل الفرق النهاردة قوية. ممكن اي فرقة تكسبك وممكن اي فرقة انت تتعثر قدامها بكل سهولة. انا امبارح قلت ان المجموعة دي هتفضل على كف عفريت لحد اخر لحظة في الجولة الجاية، لان الفرق كلها كانت قريبة جدا من بعضها. ممكن اللي في الترتيب الاول يخسر مباراة واللي في الترتيب الاخر يكسب مباراة. الاول يبقى في الاخر والاخر يبقى في الاول. بس النهاردة شباب بلوزداد ضيعت كل حاجة. المباراة التانية هتكون ما بين ميدياما وبين شباب بلوزداد. اي حد هيكسب فيهم مش هيعدي 8 نقاط. والمباراة بتاعتنا الجاية لو احنا تعادلنا هنبقى 10 نقاط، ولو كسبنا هنبقى 12 نقطة. اما يانج افريكانز لو تعادل هيكون 9 نقاط، ولو كسب هيكون 11 نقطة. وفي المقابل شباب بلوزداد وميدياما اللي ممكن فيهم لو كسب ويوصل للنقطة 8 هو شباب بلوزداد. وللأسف بخسارته النهاردة قدام يانج افريكانز يدي الأولوية لفريق يانج بالصعود في المركز الثاني حتى مع الخسارة. يعني من النهاردة نقدر نقول مبروك يانج افريكانز، مبروك الاهلي الصعود لدور الثمانية. ايا كان بقى لسه هنشوف المباراة الجاية هي اللي هتحدد مين صاحب المركز الاول ومين صاحب المركز الثاني. بس يا شباب احنا عايزين المركز الاول، لان احنا لازم كفريق اهلي صاحب اللقب اقل شيء يطلع اول المجموعة. وبعد كده ان شاء الله رب العالمين الاهلي دايما معودنا في الادوار الاقصائيه على الروح القتاليه والمكسب. وباذن الله رب العالمين البطوله ال 12 في دولاب الاهلي. شكرا لكم. سلام.